اهلا بيكم. معاكم دكتوره هبه عبد العزيز، استشاري ومدرس الصحه النفسيه بجامعه اسكندريه. اضطراب الشخصيه الحديه borderline personality disorder له اهميه كبيره. اولا لان نسبته مش قليله في المجتمع عموما وبين المترددين على الخدمات النفسيه خصوصا. المصاب بيه من اكتر الحالات اللي بتطلب خدمات طبيه ونفسيه، لان نسبه الاكتئاب والقلق والاعراض النفس جسمانيه والمحاولات الانتحاريه فيه عاليه. ده غير ان له عوامل وراثيه وبيئيه ومرتبط بصدمات الطفوله، فبالتالي بنشوفه كتير. بشكل غير رسمي لكنه مفيد، العلماء عن طريق الابحاث قسموا اضطراب الشخصيه الحديه لاربع انواع. الشخصية الحدية الاندفاعية، الهادية، ذاتية التدمير، والعدوانية. الأنواع مش موجودة بشكل اكسكلوسيف أو حصري، بمعنى ممكن نفس الشخص أوقات يتغير من نوع لنوع ويكون عنده نوعين في نفس الوقت، أو ما يطبقش عليه نوع محدد من الأربعة، مع ملاحظة ان ده تقسيم داخلي مش تشخيص اضطراب الشخصية الحدية عموما، بما فيها من عدم قدرة على تنظيم الشعور والاندفاعية واضطرابات العلاقات الشخصية. الاختلافات بتكون في جوانب زي الغضب وطرق التعبير عنه، والعدوانية واتجاهها ومظاهرها. واللي حابب يعرف اكتر عن الاعراض والتشخيص هسيب لينك للفيديوهات السابقة اللي اتكلمت فيهم عن الاعراض بالتفصيل. هبدأ بالكوايت BPD Discouraged Borderline Personality Disorder، الشخصية الحدية الهادية، لأنها النوع اللي ممكن يتوه وما يبانش، لأنه في كتير من سماتها مستخبية. الشخص ده بيعاني من تفكير زايد overthinker، مفيش منع أحيانا من رهاب اجتماعي وإحساس عالي بالرفض وعدم الانتماء والانفصال عن الواقع. عنده رغبة ملحة في التحكم في كل حاجة، لو عملت كده هيحصل ايه، لو ما عملتش ممكن يجرى ايه. ده بيخليهم يحاولوا بالزيادة ان ما يحصلش غلطة، وطبعا بما ان ده مستحيل فكتير هيصابوا بالاحباط والدنيا مش هتمشي زي ما كانوا عايزين. بيدخلوا في مزاج سيء ونوبات اكتئاب، بيميلوا انهم يلوموا ويعاقبوا نفسهم اكتر من لومهم لغيرهم، بيحاولوا دايما ينكروا او يغطوا على الغضب اللي جواهم. الشخص ده غالبا بيكون عايز المثالية perfectionist، ناجح في دراسته وشغله وحاسس بعزلة او هو اللي بيعزل نفسه، مش بيعرف يندمج في التجمعات، عايز قبول الناس ومع ذلك مش مرتاح لوجوده وسطهم. شعور بالوحدة والفراغ كبير، ممكن يحصل إيذاء للنفس وأفكار انتحارية، ممكن يدخل في مشاكل الاعتمادية والتعلق الذاتي والتقلبات المزاجية كتير عنده. النوع التاني Impulsive BPD، الشخصية الحدية الاندفاعية. ده شخصية جذابة charismatic، شخصية مليانة طاقة، بيحب الظهور وممكن يكون مشجع ومتحمس، بيدخل في علاقات كتير ومنها العلاقات العاطفية ولها أهمية كبيرة في حياته. كتير ممكن ينفصل عن الواقع، وده سبب انه بيدخل في سلوكيات مفرطة، شراء مفرط، شراء مفرط، وهكذا. كذلك بيدخلوا في سلوكيات خطر او عدوانية او عنيفة، وبيعانوا من anger issues. النوع الثالث Self-Destructive BPD، الشخصية الحدية ذاتية التدمير، النوع اللي دايما بيعاني عشان يحب نفسه، حاسس بكره كبير، كتير بيدخل في سلوكيات خطر وإيذاء ذات وتهديد بالانتحار. عنده طاقة لكنها مش مستغلة في حاجة مفيدة، سلوكه الإدماني عالي. عشان كده ضروري التفريق بينه وبين الاكتئاب ثنائي القطب علشان الأعراض المتشابهة كتير بينهم. النوع الرابع الشخصية الحدية العدوانية Petulant BPD، ده شخصية متقلبة بدرجة عالية، صعب التنبؤ بيه، بيحس كتير بالرفض وانعدام القيمة وان محدش بيحبه. طبعا ده بيصعب عليه جدا العلاقات الشخصية، وبيكون الشخص ده احيانا manipulative متلاعب وصعب ارضائه. ممكن يكون متوتر وممكن شوية زنان، عنيد، مش بيحب الأوامر، ممكن يمارس العنف السلبي وما يكونش مباشر في انتقامه.
لازم نعرف ان سواء التشخيص او الانواع دي مش للوصمة ولا لتقييم الانسان على اساسها، لكنها في الاول والاخر محاولة للمساعدة، عشان لما نعرف المشكلة فين نوصل لحلها اسرع. في حل وفي علاج لكل ده، وكل ما ابدأ بدري كل ما كان افضل. اشهر العلاج الجدلي السلوكي، ودوره مهم جدا اكتر من الدواء بكتير. والدواء مش دايما اساسي، ممكن الشخص يبقى طبيعي جدا مش ضروري يكمل بالاضطراب. ما تترددش تطلب مساعدة من متخصص، تقدر تغير حاجة.